تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا احلى لحمه بالبصل او كباب حله زي ما الكتاب بيقول. طعمها تحفه ودايبه وخطيره. في حله تكون واسعه هحط فيها معلقه من السمنه وده شويه من الدهون او الليه، طبعا ممكن تكتفوا بالسمنه بس. نزلت في فص مستكه ورق لورا وحبهان واديت الحاجات دي تقليبه بسيطه. ده كيلو من اللحمه الكندوز متقطع مكعبات كده، تقدروا تقطعوه اكبر من كده او اصغر من كده براحتكم. بصوا هي قاعده كده، قد اللحمه حطوا بصل. انا حطيت كيلو ونص من اللحمه فهحط عليهم كيلو ونص من البصل متقطع جوليان. اول ما السمنه تسخن هنبدا ننزل مكعبات اللحمه على نار عاليه جدا، ضروري جدا تبقى النار عاليه عشان اللحمه ما تنزلش ميتها، بس لو نزلت ميتها برده مش مشكله. هنفضل نقلب لحد ما توصل للون ده كده. ساعتها بقى نقدر نحط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ورشه جوز الطيب اللي بتستخدموها ومعلقه صغيره من الثوم المفروم تقريبا كمان، وننزل بقى البصل بتاعنا كله. في الاول هتحسوا ان كميه البصل كتيره قوي مش هتعرفوا تقلبوا، بس تقلبوا كده على نار هاديه وبعد كده غطوا الحله وسيبوه كده براحته. هتفتحوا كمان شويه تلاقوه كش كده. هنزود بقى ميه سخنه بتغلي حوالي ربع الحله او نصها وهنغطي عليها. قعد معايا حوالي ساعتين وطلع بالجمال ده على نار هاديه طبعا، وبنفتح عليه كل شويه بنتاكد كده وبنقلب. لو احتاج ميه بنزود له. دلوقتي بقى زودت معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر تاني بس كده. اللحمه مستويه ايه بقى مقلكوش، والبصل عامل صوص رهيب. بالنسبه لي الاكله دي تكمل بقى برز بالشعريه، لازم رز بالشعريه. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم، وبالهنا والشفا مقدما.